السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في قناتي عالم إسراء دي اي واي. النهاردة هنعمل مع بعض انبوكسنج البوكس شموع كنت طالباه هاند ميد من بنوتة اسمها دينا كاندلز. بصراحة البوكس من قبل ما افتحه ريحته تجنن، فقلت لازم ان انا اشاركه معاكم. والصراحة كمان البوكس بقاله شوية عندي وكنت ناسي ان انا طلبت فيه ايه، فقلت تعالوا نفتحه بقى سوا كده ونكتشفه مع بعض. وحابة اوضح كمان ان الفيديو ده مش اعلان، انا اللي طلبت البوكس بنفسي ودفع ثمنه، ومحدش طلب مني ان انا اعمل الفيديو. بس عشان البنوتة صاحبة الشموع دي ذوق جدا وشغلها تحفة على البيج، قلت لازم ان انا اوريها لكم، خصوصا لو بتحبوا الشموع والجو الهادي والروايح الحلوة زيي. وقبل ما نبدأ، لو بتحبوا الفيديوهات دي ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من عالم إسراء دي اي واي. ويلا بينا نبدأ ونشوف ايه اللي جوه البوكس. مبدئيا كده ده شكل البوكس، بتشحنه لكم عن طريق البريد. ده كده زي ما انتم شايفين مقفول، لسه ما فتحتوش خالص، انا يا دوبك بس شخبطت كده على البيانات بتاعتي. وهنا كده اللوجو بتاع البراند بتاع الشموع بتاعه دينا كاندلز. زي ما انتم شايفين هجيب بقى القطر بتاعي كده ونبدأ ان احنا نفتحه سوا كده مع بعض. عايزه اقول لكم بسم الله ما شاء الله، ريحه الشموع طالعه من قبل ما انا افتح البوكس، مع ان بقاله فتره عندي ويعني عدى عليه كام شهر. بس ريحه الشموع طالعه وبجد ريحتها جميله جدا، ميكس كده روايح تحفه بجد. نقول بقى بسم الله كده ونفتح البوكس مع بعض كده. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتوا شايفين كده ده شكل البوكس كده اول ما فتحته. زي ما انتوا شايفين كده كل حاجة متغلفة، فانا مش فاكرة اصلا ايه الموجود جوه البوكس، هفتكر معاكم كده واحنا بنفتح مع بعض. اول حاجة كده هبتدي ان انا افتحها هي القطعة الصغيرة دي. تعالوا بقى نفتحها سوا كده ونشوف جواها ايه. هبتدي كده اشيل الشريطة دي كده. ما شاء الله هي مغلفاها كويس جدا، يعني حاطة كمية لزق ومقفلة الحاجة كويس جدا. لدرجة ان انتوا شايفين انا فتحت كده الجزء ده ومش عارفة اكمل، فبفتح كده بالقطر معايا. كمان حاطة ستريتش من جوه، يعني مغلفة الحاجة كويس جدا. الحاجة يعني هتوصل لكم وهي متأمنة عليها كويس جدا ومتغلفة كويس جدا جدا. فدي حاجة كويسة لما بتطلبوا اوردر. واول حاجة زي ما انتوا شايفين كده طلعت لي هي شمعة بابلز صغيرة كده لونها ابيض في جولد، كنت طالباها بريحة الفانيليا. بجد عايزة اقول لكم ان الريحة قلبت المكان، جميلة جدا جدا وشكلها كيوت، والريحة بجد واضحة قوي. وكمان الحتت الجولد اللي انا كنت قلت لها تحطها على الشمعة البابلز دي مديالها شكل شيك قوي قوي. وبفكر ان انا اطلب منها كمان اللي هو الحجم الاكبر من كده. خلينا كده نحط البوكس ده كده على جنب عشان نبدأ نفتح بقية الحاجات اللي موجودة جوه البوكس. هحط بقى الشمعة دي هنا كده، وابدأ ان انا بقى اشوف حاجة كمان. بما اننا فتحنا اصغر حاجة بقى، فهنبتدي من الاصغر للاكبر عشان كده نحلي كده بالحاجات الكبيرة. هبدأ بقى افتح اللي هي رقم 2 دي كده. ده كده شكلها، هي مغلفاها برضو كده وحاطة عليها البادج بتاعة الشموع بتاعتها. بجد ذوق جدا والتغليف بتاعها تحفة. يعني يكفي بس ان انتي كل ما تفتحي تلاقي حاجة تانية مغلفالك الحاجة عشان لما توصلك تبقى سليمة وكويسة جدا، ومحافظة على الحاجة اللي انتي جايباها. ايه ده، الله بجد الريحة تحفة تحفة تحفة. ده كده ماكس فراولة على توت، الريحة جبارة. لسه ما فتحتش الاسترتش ده والريحة بجد طلعت. عايزة اقول لكم ان الشمعة الاولى الفانيليا دي ريحتها جميلة جدا، ودي كمان ريحتها تحفة. دي كده تاني حاجة طلعت لي. ده شكل الكريستالة الجار اللي هي 140 جرام. هي لونها ابيض كده وناعمة جدا ورايقة خالص، وكمان عليها كده شكل القلوب اللي باللون الاحمر دي او البينك الغامق، شكلها تحفة قوي. هي كده ريحتها ميكس فراولة على توت. شكلها رقيق وريحتها تحفة. وبجد انتوا بتختاروا الاضافة اللي انتوا حابينها، يعني ممكن تعملكوا اللون اللي انتوا عاوزينه، ممكن لبني ممكن موف. اي لون انتوا حابينه من الشمعة، مش شرط تكون باللون اللي انا اخترته. انتوا بتختاروا الالوان اللي تعجبكم. وطبعا كلنا عارفين قد ايه الشموع بتأثر على الراحة النفسية وبتهدي الأعصاب وبتغير مود البيت كله. هنحطها بقى كده على جنب، تقدروا تختاروا الديزاين اللي يعجبكم على النت وهي تنفذهولكوا بكل سهولة. بعد كده طلعلي شوية حاجات كده بألوان أشكال فوندو متنوعين، هقولكم عليهم كمان شوية لما نوصل للفواحة. معادش فاضل غير الاتنين الكبار دول. قبل ما نفتحهم، ده كده الغطا بتاع الشمعة الكريستالة دي كده شكلها حلو قوي، يعني بعد ممكن ما تشغلي الشمعة وتطفيها كده تغطيها بالغطا ده كده شكلها كيوت قوي. ممكن كمان لما الشمعة تخلص تستخدمي الكريستالة نفسها. عايزة بجد اشكرها على التغليف، يعني تغليف داخلي وخارجي بجد. انا كل ما بفتح حاجة من الحاجات اللي هي طلبتها من عندها زي ما انتوا شايفين، بلاقي كمان تغليف ستريتش من جوه، وكمان الحاجة جايالي بالظبط زي اللي طلبتها من عندها من على البيج. فدي حاجة بجد يعني محترمة جدا في البيتجات لما تيجوا تطلبوا.
اما تلاقوا التغليف كويس جدا والحاجة جايلكوا بالظبط زي اللي انتوا طالبينها، فبجد تعرفوا ان هي بيج محترمة. تعالوا بقى نفتح كده بالقطر كده ونشوف اللي جوه هنا ايه. دي بقى الفواحة القمر اللي انا طلبتها من عندها، بجد عندها كمية اشكال الفواحات اللي عندها بتاعت الشقة سكر قوي. زي ما انتوا شايفين برضو مغلفاها كده بالاسترتش. عايزة اقول لكم عندها فواحات باشكال والوان وديزاينات مختلفة جدا. انا طلبت الفواحة دي كده. دي القطعة الاولى من الفواحة، لسه القطعة التانية. بصوا شايفين شكلها حلو قوي. هي مش باينة في التصوير كمان حلاوتها زي ما باينة في الحقيقة. تقريبا القطعة التانية هتكون هنا. حقيقي مبسوطة جدا بالديزاين دوت، وبجد شكله تحفة زي ما طلبته بالظبط. عايزة اقول لكم ان هي طلعت قمر قوي. دلوقتي هتبان لكم شكلها. دي مصنوعة من الفخار. لو انتوا حابين ان انا اعمل لكم الفواحة دي كده كونكريت على القناة عندي نصنعها دي اي واي سوا مع بعض، اكتبولي تحت في الكومنتات واحنا نعملها سوا. ودلوقتي بقى مع فواحة الشقة السكر دي بجد مش بس للعرايس، دي لأي حد عايز يغير جو يدي شقته لمسة ديكور حلوة وريحة تفتح النفس كده، وشكلها فخار كده مطلي وكيوت جدا. بتدي احساس دافي كده في اي ركن تحطيها فيه، وفي نفس الوقت ديكور كيوت. والفتحة اللي تحت دي كده بيتحط فيها شمعة علشان تسيح اللي هو الفندق اللي انا هوريهولكوا دلوقتي. الفواحة دي جاي معاها كمان 2 شمعة كده تيلايت، عبارة كده عن شمعة صغيرة كده بتتحط كده تحت في المكان اللي هو مفتوح ده، علشان تشغليها كده وتحطي بقى الشمع الفندق اللي انا هوريهولكوا ده من فوق في الفواحة علشان تدي كده ريحة حلوة للبيت. اما بقى الفندق ده في حكاية تانية خالص بصراحة. لو هتسألوني عن حاجة ارشحها لكم كريحة قوية وسريعة هقولكوا الفندق ده بدون تفكير. هو عبارة عن قطع من الشمع المعطر بتتحط في الفواحة الفخار، ولما بتتسيح من حرارة الشمع التيلايت ريحتها بتنتشر في المكان كله. والقطعة الواحدة ممكن تستخدميها 3 مرات عادي جدا. الشمع الفندق ده بيجي 10 قطع كده مع الفواحة. تقريبا كان وقتها عرض يعني مع الفواحة وكده. ممكن تسألوها برضو عن العرض ده لسه موجود ولا لأ. هطلعها لكم كده من الكيس عشان نشوف كده الروايح مع بعض. دول كده بجد ريحتهم ميكس كده روايح تحفة بجد. الله بجد على الريحة. مش قادرة اقول لكم. دي كده الاتنين الشمعة التيلايت بتوع الفواحة زي ما قلتلكم، اللي بتتحط من تحت كده في الفواحة بالشكل ده. بجد بتدي شكل حلو قوي للفواحة برضو. وهي جايبالي كده اللون بتاعها نفس لون الفواحة كده، فبجد يعني شكرا جدا على التفاصيل الحلوة دي. ودي كده اول شمعة من الفندق، دي ريحتها فراولة. بتولعي بقى الشمعة كده تحت في الفواحة، والشمعة من فوق بقى بتسيح كده مع الحرارة بتاعة الشمعة، فبتطلع بقى ريحة حلوة كده. فدي كده اول واحدة شكلها شبه الوردة. تاني قطعة كده كانت تقريبا شكل سانتا. دي كده ريحتها توت. ريحتها حلوة جدا برضو. ودي كده ريحتها باينة خالص، ريحتها تفاح اخضر. حلوة جدا. عايزة اقولكم ان عندها ميكس روايح كتير جدا اللي انتوا حابينه. ودي كده تالت واحدة شكل كده قلوب. بجد حلوة قوي. وعايزة اقولكم ان ريحتها مسك ابيض. هي بتعمل لكم الوان او الاشكال اللي انتوا حابينها. ودي كده على شكل شوكولاتة، وريحتها اصلا شوكولاتة بجد شكلها وريحتها لذيذة قوي تحس ان هي عايزة تتاكل. دي كده بعد القطعة اللي بعدها. دي كده ريحتها عود. والقطعة التانية دي كده مش فاكرة ريحتها هشمهالكوا كده. دي ريحتها باشن فروت. والقطعة دي ريحتها برتقان. عندها روايح اللي هي الصيفية والروايح الشتوية واي روايح انتوا حابينها. وكمان ممكن تعمل لكم روايح البرفيوم عادي. دي كده برضو ريحة برفيوم بس مش عارفة اسمها. ودي كده اللي لونها بينك دي ريحتها ورد. فبجد روايح تحفة قوي، وبجد بشكرها على كمية الميكس الروايح الحلوة دي. عايزة اقول لكم ان عندها ثبات حلو قوي في العطور اللي موجودة جوه الشموع. يعني الاوردر ده بقاله معايا 3 شهور. وزي ما انتوا شايفين كده الريحة معايا لسه موجودة. كأنك جايبة شمعة من ايكيا او من باسم بادي. طبعا الحاجات دي طبعا دلوقتي مقاطعة عشان غالية جدا، فاللي هو يعني بجد دول حاجة بديلة وهاند ميد حلوة جدا. طبعا الفندق زي ما قلتلكوا هو 10 قطع. وهي ال4 قلوب دول عطيهم كده هدية. دول برضو كده روايحهم حلوة قوي، فراولة كده وفانيليا. فبجد بشكرها جدا. ممكن كمان تعملي ميكس في الفواحة، يعني تحطي فراولة مع تفاح او فانيليا مع مثلا ريحة باشن فروت او اي حاجة اللي انت حباه. بجد بيعمل ميكس حلو قوي، وكمان بتخلي ريحة الشقة كده حلوة. فبجد رشحها لكم الفندق ده بجد تطلبوه من عندها تحفة جدا جدا.
ده كده البوكس ما عادش فاضل فيه حاجة زي ما انتوا شايفين كده، ده كمان فيه بابلز تحت عشان يحافظ على الشمعة. دي كده اخر حاجة في البوكس، هنشوفها مع بعض دي ايه. وكمان كانت عاملة لي مفاجأة كده، هدية بسيطة، شمعة معطرة للدولاب، بس للأسف اتكسرت، ومع الهدية كانت كاتبالي كده ورقة فيها كلام حلو قوي فرحني جدا بجد. شكرا ليكي قوي يا دينا، وبجد شكرا على ذوقك وعلى تغليفك للباكج بتاعة الاوردر بتاعي. انا طلبت منها الفواحة دي والشمعة الكريستال والشمعة البابلز والفوندو ده، وهي ادتني الهدية اللي هي الشمعة المعطرة للدولاب، بس قدر الله ما شاء فعل اتكسرت. بس عايزة اقول لكم ان بجد ريحتها تحفة قوي. خلينا كده نفتحها مع بعض ونشوفها. عايزة اقول لكم بتعمل الشمعة المعطرة للدولاب دي برضو بالروايح اللي انتوا تحبوها. ده كده كان شكلها، وبتتعلق من هنا كده على الشماعة بتاعة الدولاب. ريحتها تحفة بجد يا جماعة، ميكس عطور كده تحفة خرافة يعني. مريحة كده للأعصاب كده، وريحتها تحفة للهدوم لما تحطها في الدولاب. تتعلق بقى زي ما انتوا شايفين كده من الحتة اللي هي الخيش دي كده. وبس كده، دي كانت كل محتويات البوكس بتاعنا النهاردة. وما تنسوش تقولوا ان انتوا جايين من قناة عالم إسراء عشان تعمل معاكم خصم حلو. وفي اخر الفيديو حابة اسألكوا ايه اكتر حاجة عجبتكم في بوكس النهاردة، يكتبولي في التعليقات. وايه هو اكتر نوع من الشموع بتحبوه، الشموع الكبيرة البابلز ولا الفواحات ولا الكريستال؟ اكتبولي برضو علشان اعرف اشتري المرة الجاية بناء على ذوقكم. وقولولي كمان حابين النوع ده من الفيديوهات على القناة ولا لا. ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش، واستنوني في فيديوهات تانية كتير احلى واجمل من قناة عالم إسراء DIY. بحبكم جدا، سلام.